السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم في قناة كنزة تيفس راح ندير لكم مقروط الفرن يجي كيما راكم تشوفوا طري محسن للداخل ومرمل. راكم عارفين المقروط تاع الفرن كامل نخافوا منه، نخاف الفرن تشرب لنا هذاك اللي دامه كامل ويجينا يابس وما يجيش مرمل وما ينجحش، والعقدة هذيك يعني لافاغس تيبس لنا. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم كامل التفاصيل، ما تنشف لكمش هذيك لافاغس ويجيكم المقروط تاعكم مرمل. الحاجة الأولى نجيبو السميد تاعنا. أنا بالنسبة للسميد خدمت بالمتوسط واللي نشريه بالميزان، يعني ماشي تاع لابواط، باسكو هذاك تاع لابواط يجي شوية رطب يعني، وكل واحد يعني تبقى أذواق، كل واحد والذوق تاعو. أنا نبغي بهذا يجي يعني مرمل ما يوليش معجن. ونديرو 3 كيلات، كيلي حتى تقدريه غير بالكاس، انتي اول مره جربيه بالكاس ومن بعد اذا عجبك ديري بكميه كبيره. ونضيف لهذوك 3 كيلات تاع سميد ملعقه صغيره ملح وملعقه كبيره سكر. وبنفس الكيله اللي كيلت بها السميد ندير كيله غير ربع تاع سمن اللي نكون ذوبتو خليتوه يبرد، ما نديروش هكذاك سخون، لازم كي نتوشوه ما نحسوش بالسخانه. علاه باسكو نحرقو هذاك السميد تاعنا. ونزيدوا له احنا كنا درنا كيلة غير ربع تاع سمن، نزيد نعمرها بالزيت ونفيضو شويه، ماشي نفيضو على النار. يعني كي نزيد هذاك الزيت على السمن نعمرو بزاف، ومن بعد نبقى هكذا نبسس فيه بيديا. قيس من 5 ل10 دقائق برك، ماشي تبقاي نص ساعة وانتي تبسي فيه، غير هكذا. باسكو كم رايحين تشوفوا فرق كبير هنا كيما راكم تشوفوه راه صفر، ومن بعد تلقاوه كي تبداو تبسوا فيه تلقاوه بدا يبيض كيما راكم تشوفوا هنا. لازم هذاك السميد تاعنا يشربوا كامل الإدام تاعو ويولي بهذا القوام، يعني بهذا الشكل. هنا مازال يعني ما درت له ولا شويه تاع ما، ولا راه غير بالدهن تاعو. نخلوه يبات، نغطوه ونخلوه يبات، غدوه من ذاك نخدمه، نغطوه بالطرشونه ونخليه يبات. بعد ما بات وارتاح خلاص غدوه من ذاك نبدا نخدم لافاغس تاعي هي الاولى. انا بالنسبه ليا ما نبغيش الغرس وحده، نبغيه يجي مخلط بالكاوكاو ولا ندير الكاوكاو وحده. هنا خيرت اني نخلطهم مع بعض، درت شويه كاوكاو محمص مليح كما راكم تشوفوا فيه احمر. والنصيحه الكاوكاو تاعكم حتى ما يجيش فيه الكو بزاف في المقروط ولا في اي حاجه ديروها في لافاغس اللي تصنعوها، حمروه مليح، ماشي محروق بصح محمر مليح. باسكو كي يكون محمر مليح الكو تاع الكاوكاو كامل يروح له ويعطيكم بنه شابه. وسمحوا لي على لافوان باسكو راكم عارفين ما زلت مريضه. هنا كنت يعني نفتح هكذا في هذاك الغرس تاعي، ومن بعد نزيد له ملعقه كبيره تاع زبده وتكون معمره مليح مع رشه تاع قرفه. نحاول هذيك الزبده ندخلها كامل في هذاك الغرس والكاوكاو، وهي اللي راح تخلي لنا الحشوه تاعنا طريه. وزيد ما نخلوهاش يعني حتى ما يبسناش، يا لو كان نديرو لابواط كامل تاع المارغرين بصح لو كان نخلوها طول في الفرن رايحه كامل تشربها لنا، تشرب هذوك الدهون وتيبس. ومن بعد زدت الكاوكاو باسكو شفت باللي الغرس هذاك راهو اكثر من الكاوكاو، انا ما بغيش الكو تاعو بزاف كما قلت لكم. ونلموها بالمزهر، المزهر ديروا غير بالعقل ما تكثروش. ولموا العجينه تاعكم، يعني الحشوه تاعكم ما لازمش تكون طريه، يعني تكون هكذا حكمه روحها طريه شويه برك، ما تجيش طريه بزاف. وماشي تخلوها ناشفه حتى تولي تفتت، القوام تاعها يولي بهذا الشكل. بعد ما وجدت هذيك لافاغس نديرها هكذا حرابش حتى تجيني سهله، حرابش ما على باليش يبدا صح. نروح للعجينه تاع المقروط. هنا نروح نجيب نفس الكيله اللي كنا كيلنا بها، نديرها نص تاع ما ونص مزهر، ونحكم هذاك الخليط. نبدا نرش غير بالعقل ونلم العجينه تاعي، هي ماشي نلموها، نحاول ندخلوا هذاك الماء في السميد هكذا حتى يشربوا. وما يخوفكمش باسكو ديجا هذاك السميد يكون شرب بزاف هذوك الدهون، فيبان لكم راه يتعجن. هو ديجا كي يكون بهذوك الدهون برك يبان لكم خلاص تعجن، بصح هو لا، كل ما تزيدوا له الماء كل ما يزيد يشرب. انا كملت الكيله كامله.
وتبقى كل وحدة والسميد اللي خدمت به. باغ اكزومبل لو كان تخدمي بهذاك تاع لي بواط يجي ماشي خشين كيما هذا، فماش راح يديلك الكيلة كامل تاع الماء مع الماء زهر، فانتي تعرفي القوام تاعو كيفاه وين تحبسيه. فانا وريت لك القوام تاعو كيفاه يكون، وانتي يعني عينك ميزانك. ونعاودو نغطوه بسيلوفان ولا ساشي ولا طرجونة كيما تبغوا، ونخلوه يشرب شوية هذاك الماء. بعد ما شرب الماء تاعو وهكذا حكم روحو، نبدا نصنع فيه، نشكل في المقرط تاعي. انا درت الشكل تاعو كيما تاع بكري، والشكل اكيد اختياري، تقدروا ديروا مقروط بخيستيج كيما تبغوا. هنا كنت شكلت الحربوش تاعي حتى ندير الحشوة في الوسط هكذا كيما راكم تشوفوا. الحشوة راهي حاكمه روحها، باه كي نحي هذوك الحواشي وكامل نحي لاباط وحدها و لافارس وحدها، يعني العجينة تاعي تبقى هكذاك بخوبر. نجيب الطابع اللي نطبع به، كاين اللي يديروا غير بعينهم ميزانهم، يعني يقطعوها غير هكذاك. انا درت هكذا بالطابع، وما نبغيش المقروط تاعي يجي بزاف خشين باسكو نخافو ما يطيبش من الداخل، ومام في الماكله يجيني اللي يجي شويه يعني ماشي رقيق بزاف وماشي خشين بزاف. هذا هو يعني الشكل تاعو اللي نبغيه. وهذو كامل يبقاو اذواق، وكل واحد على حساب الذوق تاعو. برك نصيحه اللي يعني هو خاص كامل نديروه نفس المقادير ونفس يعني التكوين تاعو كي نعجنوه كامل، بصح يبقى المشكل في الطياب. كي ديريه في الفرن ما تنقصيلوش كامل النار، باسكو الصوالح تاع السميد هادو يبغوا النار شويه زايده. اذا كانت عندك هذيك الكوشه تاع الحديد، يعني ماشي الكويزينيير، اذا كان حطيبيه في الكوشه ديريه نار متوسطه هكذا. واذا كان عندك كويزينيير كيما انا طيبته في الكويزينيير هكذا، النار خليها عالية كامل، نقصي غير شوية برك يعني بخاسك تخليها عالية كامل. وكل وحدة تعرف الفرن تاعها. انا باغ اكزومبل الكويزينيير تاعي كي نزيد لها كامل الطرف تولي كشغل متوسطة، يعني نار متوسطة بارابور للكوشة. والفرن تاعي يشعل من تحت وحده من الفوق وحده، يعني خليته حتى طاب من تحت دا اللون الذهبي، زدت شعلت عليه من الفوق خليته يدي اللون الذهبي، وخرجته ديريكتومون حطيته في الحسل. لازم يكون بارد، ما نذوبوهش على النار ولا هكذا نسخنوه ولا والو، باسكو المقروط تاعنا يكون سخون. نرفدوه ديريكتومون نحطوه في الحسل اللي يكون بارد، وضفنا له شويه تاع مزهر، نخلطوهم كلش بارد في بارد، ونخليه يتشرب الحسل تاعو. انا درتو هكذا في بلا يكون واسع شويه، يعني خليته يتشرب من تحت، عاود قلبته اتشرب من الفوق. وهذه هي النتيجه، ان شاء الله يكون عجبكم. ودوها من عندي انه هذا المقروط ناجح 1000000%، يجي مرمل معسل للداخل كما يعني راح الصورة تعبر على نفسها وطري. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة. اذا جربتوها ما تنسوش تصوروه وتبحثوا لي في الانستغرام بارطاجيه. واذا راكي رايحه تجربيها اول مره ديري بالكيلة تاع الكاس، ما تكثريش بزاف. اذا عجبك ديري كيلة كبيره. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وبصحتكم اذا جربتوها، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.